لولا الظروف لو كان هاجرت لكندا اجي نقول لك على 5 ديال الحوايج غادي يصدموك في هذه البلاد بزاف. واش خبارك ان كندا كيدوزو من نهار 4 ديال الفصول وتقدر تشوفهم في نهار واحد؟ يعني يقدر يبان لك الصباح فيه الثلج بزاف وما تجيش فيه الضوء العشيه حتى تطلع واحد الشميشه اللي زوينه. وحاجه اخرى اللي مختلفه على البلدان شي شويه اللي هو فصل الشتاء كيكون هنايا اطول. حاجه ثانيه، واش خبارك بلي كندا كتعتبر اكبر ثاني دوله في العالم من ناحيه المساحه، وفي المقابل كتوفر على واحد الكثافه سكانيه منخفضه جدا. تقريبا عدد السكان اللي كاين في كندا راه هو بالضبط اللي كاين في المغرب، غير المساحه راه كندا كتضوب المغرب تقريبا بزاف ديال المرات. ثالث حاجه النظام الصحي، كندا كتعتبر من احسن الدول في النظام الصحي ديالها. علاش؟ لانها كتوفره بشكل مجاني. واش خبارك انك في كندا تقدر تكون كدور غير في الشوارع العامه حتى تتلاقى مع الغزال كي بحال كتلاقى مع المشاش في المغرب. الحاجه الاخيره واللي هي اضواء الشمال، واللي هي من اجمل الظواهر اللي تقدر تشوفها في هذه البلاد واللي تقدر تشوفها في العالم كامل، واللي غنخليها لكم دابا.